من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الحوارية والطبية من برنامج عطر الصباح. اليوم رح نتحدث عن المشاكل الهضمية التي تحدث خلال احتفالات رأس السنة نتيجة الإكثار من تناول المأكولات أو المشروبات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور أكرم خليل، اختصاصي بالأمراض الداخلية والهضمية. يسعد صباحك دكتور. يا أهلا وسهلا، أهلا، صباح الخيرات، كل عام وأنتم بخير. وانت بألف خير دكتور، وكتير الشكر لانضمامك معنا للحديث حول هذا الموضوع المهم، وخاصة مع اقتراب نهاية هذا العام. دكتور، بداية لماذا يشهد سنويا مع بداية كل عام مشاكل صحية وهضمية بشكل خاص؟ نعم، عادة في كل الأعياد والاحتفالات برأس السنة أو بالأعياد بتصير في تغير بنمط الحياة بشكل فجائي. نعم. يعني العالم بصير تحضر حالها وتحضر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة، وبصيروا بيتناولوا كلياتهم بليلة واحدة، فبصير مشاكل هضمية وصحية متنوعة. نعم دكتور. نعم. شو هن أبرز العوارض أو الأعراض التي تحدث أو الممكنة الحدوث مع الأشخاص نتيجة تناول المأكولات أو شرب المشروبات؟ في الحقيقة، وإذا الناس تعودوا على أكل طبيعي وخفيف وما يكتروا وما يخبصوا، ما بيصير شيء مثل أي يوم آخر. نعم. بس اللي صاير إنه برأس السنة مثلا بيجيبوا مجموعة متنوعة من الأطعمة، من حلويات، من سكريات، جاتو، مواد دهنية، طبخات، فبيصير في اضطرابات هضمية، بيصير في عسرة هضم، بيصير في ارتجاع مثلا، خلص معدي مريئي. ممكن اللي عنده أمراض تانية مثلا عنده سكر يرتفع السكر، اللي عنده مثلا أمراض مرارة ممكن يتحرر القولنجات المرارية وهكذا. يعني هناك أعراض خفيفة دكتور كالنفخة، كحرقة بسيطة في المعدة، ممكن يكون شوي ألم بالبطن أو الأعراض الخفيفة يلي منها ذكرت أنت. ولكن هناك أيضا أعراض خطيرة قد تتحول لتبعات تناول والإكثار من المأكولات والمشروبات المليئة بالسكر بالدسم. كيف تتأثر أو يتأثر الجسم بهذه المأكولات وتحدث هذه الأعراض؟ الأشخاص الطبيعيين ممكن يصير معه شوية تخمة وقلص معدي مريء، يعني ارتجاع، حرقة، حموضة، فهي شغلات ممكن يتداركها بشوية أدوية بسيطة ومشي خفيف وتناول مضادات الحموضة مثل أدوية البي بي آي وميبرازول، طاردات الغازات، مضاد التشنج. أما الأشخاص الثانيين اللي مثلا عندهم أمراض مثل السكر، ممكن يصير عندهم فرط بالسكر ويصير اضطرابات تدخل لا سمح الله بسبات، أو اللي عندهم مثلا أمراض ضغط إذا تناول مثلا موالح كثير، مكسرات، بنهجم ارتفاع توتر الشرياني. اللي عنده مثلا مرض قلبي كمان ممكن يزيد عليه العبء، فيصير آلام صدرية مثلا لا سمح الله، يعني ممكن يصير في نقص تروية قلبية. هيك المفروض واحد بصراحة يكون معتدل ويكون أكل خفيف. هذا هو السؤال دكتور، إنه الموضوع بيتعلق بنوعية المأكولات والمشروبات أم تتعلق بالكمية وشكل تناولها؟ نعم، النوعية كمان له تأثير. مثلا إذا شخص مثلا تناول مواد غازية وكولا فيه كافيين، مشروب طاقة، كحول، بعض المواد الدهنية الزائدة كمان، والكمية وإذا كانت كمية كبيرة كمان ممكن يأثر. يعني النوعين، يعني النوعية والكمية. نعم دكتور، أشرت لبعض التبعات، ولكن هنا أريد أن أسأل: من هم الأشخاص الذين يجب أن يكون لديهم حذر أكبر من غيرهم؟ يعني هل هناك فئات عمرية أم هل هناك أشخاص لديهم حالات صحية خاصة أو طبية؟
نعم والله أكثر شيء المرضى السكري، نعم. المرضى اللي عندهم ضغط، المرضى اللي عندهم قصور قلب، المرضى اللي عندهم مرارة مثلا في حصيات، هدول مرضانين بصراحة المفروض يكونوا يوم عادي نعم. تماما، مم. وياكلوا على قد ويتبعوا حمية الطبيعية السابقة، وما يخبصوا كتير يعني، ما ينوعوا كتير بهالهي. نعم. دكتور، نعم السكري لأنه عندهم أساسا سكري فلازم ينتبهوا لمسألة المأكولات أكيد. السكرية، والضغط لأنه كمان الضغط، السكر والموالح بترفع نعم وبتنزل الضغط، والأشخاص الذين نعم لديهم اضطرابات في القلب. هنا ما الإجراءات التي يمكن أنه نحن نقوم بها خلال هذا اليوم لتجنب أو لتقليل الأعراض المزعجة الخفيفة، وتجنب الأشخاص الذين لديهم حالات صحية خطيرة من تحول تلك الأعراض نعم لتبعات؟ نعم، مثل ما قلنا اللي عنده هالأمراض هاي يتبع لحميته الخاصة السابقة، ما نعم. يفرط بالأكل وما آه. يزيدها كتير. مم. الأشخاص مم. الطبيعيين كمان ممكن يصير معهم تخمة واضطرابات بالكولون وتشنج كولون، ممكن يصير إسهال نتيجة تناول السكريات الزيادة آه. والتخمرات البكتيريا المعوية. مم. فبيشعر المريض بدل ما يفرح وينبسط بهالليلة هاي يصير بتخمة ويصير مم. إجباري بده يراجع طبيب ويتلبك. آه. فالأفضل يعتبره يوم عادي نعم. وينبسط ويسمع أغاني، موسيقى، يرقص، يمشي، نعم. ويعني أكل خفيف يعني ومتنوع. نعم. أي عرض مم. ألم مم. بالمعدة أو قياء دموي لا سمح مم. الله أو تغوط زفتي أو ألم صدري شديد مع تعرق، فورا يراجع الطبيب. السؤال يلي أنا كان نعم بدي أسألك دكتور، إنه شو هن المؤشرات يلي بتدل إنه لازم الشخص إذا صارت معه مباشرة يتجه للطبيب، والمسألة لا تتعلق فقط بإجراء بسيط بالبيت. أشرت قبل قليل فيما يتعلق بمسألة إنه إذا في نفخة أو في شوية حرقة، مسألة المشي. هل هناك نصائح أخرى أو إجراءات أخرى يمكن التعامل معها في البيت إذا كانت الأعراض خفيفة؟ يعني ممكن شوي يمشي 10-15 دقيقة ربع مم. ساعة، ممكن يتناول شوية ينسون، زنجبيل، أها. زورات، مم. كمون. مم. ممكن يتناوله إذا في عنده نوع أدوية مثلا مشان الحرقة والحموضة والارتجاع، أوميبرازول أو مشتقاته. نعم. يعني إذا بس زاد عليه الأعراض وصار مم. في ألم صدري مثلا شديد أو ألم معدة مم. منتشر لبين الكتفين، معناته ممكن يكون معه كان مرارة ولنج مراري. مم. ممكن يصير معه إقياء مثلا، صار معه إقياء وفي دم، لازم يراجع طبيب. نعم. إذا صار عنده إسهال شديد مثلا مشان ما مم. يتجفف، مم. كمان لازم يراجع طبيب. إذا صار معه اضطراب وعي مثلا، تغيب وعي، كمان لازم يراجع أها. طبيب. نعم. اما الشغلات الثانيه البسيطه، جشاء والنفخه والتخمه، ممكن شوي هالعلاجات البسيطه تمشي مم. الحال. دكتور، برأيك شو هن أكثر الأساليب الخاطئة الموجودة عندنا خلال الاحتفالات، وليس فقط في رأس السنة، يعني خلال الاحتفالات بشكل عام نعم سواء بعد رمضان نعم أو برأس السنة؟ ما هي أبرز تلك الأخطاء الموجودة عندنا بالمجتمع وفقا لوجهة نظرك؟ نعم والله الحفلات والأعياد عندنا بيستهلكوا كميات كبيرة جدا من السكاكر مم. والجاتو مم. والحلويات والمواد الدهنية والبروتينية، وكأنه كل السنة بدأ اليوم. بهاليوم. ما يصير المعدة لها مم. قدرة قابلية صح. للتحمل. مم. المعدة خلاص يعني بتاكل شوي بتشبع، المفروض تترك يعني. مم. يعني مو المتعة كله بالأكل بصراحة، يعني نحن بناكل لنعيش، لا نعم. نعيش لنأكل. نعم. يعني بالدول مم. الأوروبية والعالمية هدول بالحفلات هيك صغيرة بيقدموا وجبات صغيرة، مم. مشروبات خفيفة كتير، وكله محسوبة رقص حتى وغناء بالسعرات وفرح دكتور. يعني. الوجبات الخفيفة في المجتمعات أو ضمن الأشخاص اللي هن مهتمين بصحتهم بيحسبوا السعرات، بيحسبوا الكمية، بيحسبوا النوعية، نعم سواء كان حفلة أو تماما. مو حفلة. في ناس دكتور يعني بيقولوا نحن بنهتم بصحتنا، وخاصة الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب أو مشاكل في الضغط أو مشاكل بالسكري، بيقولوا كل السنة نحن بنهتم بصحتنا، يعني ما رح يأثر هاليوم. شو بتقلون لهدول الأشخاص بشكل خاص؟ بالعكس
إمم. بالعكس تماما، انه انت متعود على سنه كامله نمط معين ومنضبط إمم. وموزون، وتجي فجاه بتساوي هالتغيرات هاي، بتزيد عبء كبير على المعده نعم. وعلى القلب وعلى إمم. الضغط وعلى كل شيء يعني بالجسم. إمم. فمفروض تحترم جسمك، تحترم معدتك، تحترم قلبك وضغطك يعني. وبيكون حتى الشباب، حتى إمم. الناس العاديين نعم. يعني. نعم. دكتور، هو المشكلة الأساسية اللي بتكون السبب بهالأعراض وهالمشاكل ولا سمح الله هالتبعات، هو مسألة إنه نحن بنتناول هالكمية وهالنوعيات المختلفة من المأكولات والمشروبات بساعات قليلة. أليس من الأفضل صح، أن يكون هناك فترات متباعدة وخلال هذا اليوم صحيح، لنتجنب هالمشاكل؟ تماما. يعني مم. ممكن الشخص او المجموعه اللي تساوي حفله مم. يعني تاكل شوي شوي، كل ساعه ساعتين شوي، ما تكتروا كتير يعني. ما بنفس الوقت بناكل كل شيء، طبعا. ناكل رز ولحمه وناكل فاصوليا وجاتو وحلويات ما بدهم وبقلاوه، والله يحرموا اجباري حالهم يعني. دكتور، ولكن يجب انه ينتبهوا انه في خاصة الاشخاص اللي عندهم امراض انه ممكن يكون في تبعات خطيرة بالسنة القادمة. بالضبط، بالضبط. دكتور، هل هناك أدوية بسيطة بشكل عام؟ يعني أشرت قبل قليل لبعض الأدوية فيما يتعلق بالتخمة، فيما يتعلق بعسر الهضم أو بحرقة نعم، المعدة، وشو إذا كان في أعراض مزعجة ما المطلوب من الشخص خلال الأيام التي تليها؟ يعني يخفف أكل بالأيام التالية، كيف يتعامل مع جسمه لا يخلص من تبعات هالليلة يلي حابب إنه ما يحرم حاله من المأكولات والمشروبات. تماما. يعني في مم. بعض الادويه نحن نقول مثبطات الحموضه اللي بتخلي الحمض بالمعده تخف. نعم. في ادويه مثل الاوميبرازول ومشتقاته، في دومبيريدون نعطي شويه ادويه. مهم. طاردات الغازات مثل السيميتيكون وهي، والمشي الخفيف. اذا مش الحال اليوم التالي خلاص مش الحال. اذا ضل في اعراض عنده، اذا مهم. ضل في الام بس بالمعده، ضل في الام بالصدر، ضل مم. في اسهال مثلا، إذا إسهاله مدمى أو لا سمح الله في تغوط زفتي، معناته قد يكون نزف من المعدة أو قرحة أها. أو قولنج مم. مراري، مم. يعني مفروض يراجع طبيب قطعا. نعم. مسألة المعدة كتير مهمة دكتور. مسألة إنه المعدة أساسا في حمض ضمنها نعم، بيتعامل مع الأكل، ولكن لما بتزيد الكمية فهذا الشيء بيؤدي صحيح، لزيادة إفراز حمض المعدة، وبالتالي بالضبط. بيكون له تأثير سلبي على الشخص وعلى المعدة وبيصير ارتجاع. تماما. مثلا تناول الكافيين، مم. مشروب الطاقة فيه كميات كبيرة من الكافيين. نعم. تناول الكحوليات بيكسرها مثلا، ممكن مم. يصير ارتجاع، يصير قلص معدي مريئي. نعم. خاصة بهالليلة أحيانا في ناس يعني بيتناولوا الكحول بكميات مفرطة، مهم. ممكن حتى يصير معه التهاب بنكرياس حاد تالي للكحول يعني. نعم. دكتور، يعني سؤال. من فترة كان في ها. حفلة، تفضل. جاني شاب كان غايب عن وعي تماما، لأنه كان عنده إفراط بالكحول، يعني دخل بانسمام كحولي. مم. وخاصة فهي كمان الكحول. قضية مهمة. وخاصة الكحول نعم، يعني تأثيره أكبر من نعم، المشروبات كميات الغازية. كبيرة. ما والأفضل أنه يتم تناول العصائر طبيعية يعني تجنبا للمشاكل. تماما. بس مم. في أشخاص ما لنا علاقة فيهم، مم. لعاداتهم نعم تقاليدهم، ممكن دكتور. إذا شرب كميات قليلة كتير ما يعني يأثر. شيء ما يأثر لا على المعدة مم. ولا على الوعي ولا على البنكرياس وإلى آخره. نعم. دكتور، أشرت مسألة الكميات القليلة، هل هناك كميات صحية فيما يتعلق بالسكر، فيما يتعلق بالدهن، فيما يتعلق بالملح، وفيما يتعلق بالمشروبات الغازية، إنه أي شخص لو تعامل ضمن هالحدود ما راح يأثر عليه؟ نعم. مثلا مريض السكر عادة نتجنب السكاكر البسيطة قدر آه. الإمكان، مثلا السكر الأبيض، نتجنب مم. المربيات، الحلاوة، العسل، الجاتو، المشكلات، المآكل الحلوة كتير هي ممنوعة. أما مم. شوية نشويات كذا معلش، مكسرات معلش. المريض اللي عنده ضغط آه. الممنوع تماما الملح، خاصة اللي عندهم ضغط، ممكن يدخلوا بهجمة ارتفاع ضغط شديدة ويؤدي إلى وزمة رئة لا سمح الله وقصور نعم. قلب حاد، يعني ممكن مم. يأثر على حياته. مرضى المرارة مثلا كمان تخفيف الدهون كتير، لأنه كمان بيحرض المرارة. مم. وإذا كان في حصيات مرارية ممكن تدخل قولنج مراري، ممكن يصير عنده أو التهاب مشاكل بنكرياس حاد. بالكوليسترول دكتور.
طبعا الكوليسترول على مم. المدى الطويل كمان يعني مم. هاي شغله طبيعيه، اللي عنده ارتفاع بالكوليسترول والدهون نعم كمان لازم يتخفف، دكتور، لان النصائح الطبيه العامه. في كمان نوعية من المرضى يعني يجب أيضا أن ننقلهم هالمسائل وهالنصائح، مرضى الكلية دكتور. الكلية كمان إذا كانت أساسا في مشاكل في مسألة نعم نعم الكيراتين، أيضا مسألة كمية ونوعية الأطعمة كتير هامة لهم. نعم نعم. طبعا مرضى القصور الكلوي اللي عنده هم. قصور كلوي، في بعض المآكل مثل الفواكه المجففة هم. اللي كمان تجي براس السنة، التين المجفف، نعم. الفواكه هم. المجففة، عصائر الفواكه، الموز، هم. غنية بالبوتاسيوم، وهي خطيرة كتير. يعني إذا تناولوا شخص هيك مآكل وعنده بالأصل قصور كلوي، ممكن يرتفع عنده البوتاسيوم ويؤدي لاضطرابات نظم نعم قلبية خطيرة يعني. وخاصة فالحقيقة اللي عنده قصور كلوي يتجنب اساسا هالمآكل. نعم الاشخاص اللي عندهم قصور كلوي مسبقا بيكون في نعم عندهم من قبل نعم الطبيب المختص تحديد للكميات والنوعيات بالضبط. اللي فيهم يتناولوه او ما فيهم يتناولوه. بختام اللقاء دكتور، شو النصائح اذا في شيء نسيناه بتحب تضيفه، او اي كلمة بتحب تشير إلها، او نقطة انا ما سألت؟ تفضل. نعم. أولا بحتفل مع كل هالناس وكل عام وأنتم بخير، كل عام وانت وأتمنى أن بخير دكتور. يكون يوم امين. عادي خالي من أي مشاكل صحية، خالي من طلق ناري نعم. أثناء رأس السنة. هذا كمان مو ضمن مهم. اختصاصنا، بس كمان ساي حوادث كبيرة، وإنه يتعاملوا مع هالليلة كليلة عادية تماما، ليلة مم. إنه نستقبل عام جديد، بلكي إن شاء الله يكون في أمن، في استقرار. نعم. نتناول أكلات خفيفة متنوعة، نعم. نقعد ساعة ساعة نحكي، نرقص، نغني، نحتفل، ناكلنا شوي شوي، شوي. وما نخبص كتير، ونركز على نوعيات خاصة فينا نعم. يعني. نعم. نتجنب النوعيات اللي بتضرنا، اللي عنده مثلا سكري ما باكل سكر، نعم. اللي معه ضغط ما باكل موالح نعم. وشغلات مالحة، وهكذا يعني. وكل نعم. عام وانتم كل شيء بخير، وان بالمعقول شاء الله دكتور. العام القادم يكون عام امن واستقرار آمين يا وسلام رب لكل شعوب دكتور. المنطقة. كل عام وانت بخير، وكل الصحة وانتم والسلامة بخير. لكل الناس، وإن شاء الله السنة بأمان تمر، وسنة جديدة بخير وصحة وعافية للكل. كتير الشكر لك الدكتور أكرم خليل، الاختصاصي بالأمراض الداخلية والهضمية، كنت معنا عبر الهاتف. جزيل الشكر.